السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا قصه جدا جدا جدا، قصه مهمه، وانا محتاج حضرتك تتابع لنهايه اللايف علشان احذرك من حاجه مهمه قوي هتندم لو ما سمعتهاش. لو انت ناوي تشتري عربيه كهرباء قريب، لو ناوي تنزل تشتري عربيه كهرباء قريب، فانا هحذرك من حاجه هتقول لي الله ينور عليك، وهتدعي لي ان انا حذرتك من الحاجه دي علشان ربنا يحفظنا جميعا يا رب. الموضوع فعلا مش احسن حاجه خالص، يعني الموضوع فعلا فيه مشكله كبيره، ويعني ربنا يسترها علينا جميعا يا رب ان شاء الله. جالي عميل، القصه بقى اللي انا هقولها لحضراتكم دي، جالي عميل من الناس المحترمه جدا، اتكلم معايا في التليفون، محتاج احجز عربيه معينه متوفره او متوفره. تمام، اوكي، انا سمعت عن حضرتك، تمام، اهلا وسهلا. طيب انا باعت حد قريبي علشان يبص على العربيه، يعني هو الشخص نفسه ما جاش، انا باعت حد قريبي علشان يبص على العربيه. قلت له يا باشا عينيا الاثنين تحت امرك، مفيش مشكله خالص. الراجل وصل بالفعل، اهلا وسهلا، انا موجود عشان اكشف على العربيه او ابص عليها. قلت له تمام، حضرتك مين؟ انا قريبه، انا يعني انا اللي هدير الموضوع مع حضرتك بالنسبه لي شراء العربيه دي. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امرك، شرفتنا. الراجل جايب معاه الجهاز ده، تمام، موجود عندنا، بس انا عندي البطاريات بتاعته فصلت فانا خلعته اهو. ده جهاز بتاع الكشف على سمك البويه اللي موجوده على العربيه. الجهاز ده بيبقى ليه طريقه استخدام معينه، الناس اللي فاهمه في العربيات طبعا هو ليه طريقه استخدام معينه، وبنقدر بيه نعرف العربيه دي اذا كان فيها رشه او مش رشه، او يعني فيها شغل او حاجه. الراجل بالفعل بدا يكشف على العربيه بالجهاز. طبعا الناس اللي موجوده معاه او السيلز قالوا له اتفضل يا فندم تحت امرك ولا يهمك خالص، مفيش مشكله يعني، طب ما عندكوش مانع؟ لا ما عندناش مانع. كشف على العربيه لقى القياسات كلها واحده. ده كلامه ليا، انا ما حضرتش الموضوع، ولكن هو لما جه حكى لي قال لي انا لقيت عند حضرتك العربيه قياساتها كلها واحد. وانا حصل بالنسبه لي موقف، فسامحني ان انا بعمل معاك كده، يعني حصل موقف لان انا كان عندي يعني حاجه ذكرى سيئه مع احد المعارض في مصر، فلسه اليومين اللي فاتوا دول، فانا يعني خليني بعتذر من حضرتك لو عملت. قلت له لا طبعا ده حقك، ولكن تسمح لي اعرف ايه القصه او ايه الموضوع اللي حصل اللي خلى حضرتك تعمل كده. فقال لي والله بص، انا رحت لاحد المعارض عشان اشتري عربيه، والعربيه دي هو ده بقى النقطه او المنطقه بتاعت التحذير علشان تبقوا خدوا بالكم. العربيه دي زيكر 007 لونها اسود، وموجوده عند احد المعارض. انا مش طبعا مش هقول اسم المعرض ده لو حصل ايه، لكن انا بقول لحضرتك احذر بقى بشكل عام خالص. يعني انا والله ما بتكلم على حد ولا بحب اسيء لحد، وربنا يا رب يكرم الناس كلها ويصلح حال الناس كلها، الناس كويسه المحترمه ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله. العربيه دي موجوده في احد المعارض وموجوده، وقالوا لي ان العربيه دي فابريكا، فانا خدت الجهاز ده برضو ورحت علشان اكشف على العربيه. لقيت ان العربيه قياساتها كلها مختلفه عن بعضها، قياسات العربيه مختلفه عن بعضها. طيب الموضوع ده بقى ليه قصه كده سابقه للموضوع ده. هو الراجل ده اصلا كان معاه عربيه كهرباء، وكان بيعمل ابجريد للعربيه، عايز بيدور على فئه اعلى، يعني بيدور على افاتر زيكر بقى، العربيات اللاكتشري بقى دي عشان يركب ويستمتع يعني. فهو قال لهم انا عايز ابيع العربيه الكهرباء واركب عربيه اعلى، فقالوا له احنا عندنا تريد ان، تعالى اتفضل العربيه دي بتاعت حضرتك، عينينا الاثنين، العربيه دي موجوده ان شاء الله، او هناخدها من حضرتك بسعر كذا. هو قال لي السعر، انا مش هقوله برضه علشان خاطر ربنا يحسن سوق العربيه عندهم يعني. العربيه موجوده عندهم، فخد العربيه الكهرباء اللي هي اللي كان المفروض تتباع دي، او هو اللي كانت بتاعته، خدوها على اساس ان هم يبيعوها، اشتروها منه في مقابل ان هم هيدوا له العربيه الثانيه تريد ان، اللي هي الزيكر اللي بنتكلم عنها، 007 السوداء اللي عايز الناس تاخد بالها منها. طيب فقال لهم كده تمام، التريد ان تمام؟ قالوا له اه تمام، بس انا هكشف على العربيه عشان اشتريها اللي هي الزيكر. قالوا له اه طبعا اتفضل اكشف مفيش مشكله. كشف بالجهاز ده، فاكتشف ان العربيه مديه قياسات مختلفه في كل العربيه.
طبعا دي كانت كارثه، يعني دي كانت حاجه صعبه، يعني حاجه هو مستغرب هل اللي كان بيقيس بالجهاز غلطان او هل العربيه رشه. العربيه الله اعلم، لان العربيه اصلا ماشيه تقريبا 250 كيلو، فالعربيه مفروض انها مش رشه، مش مفروض لكن لما يكون في العربيه زي قياسات مختلفه في اماكن مختلفه وهم قارنوها باكتر من عربيه جنبها، لا يبقى كده في مشكله، في دروب، في حاجه. طب ايه هي الحاجه او ايه هي المشكله؟ انا طالع بحذر وبنبه بشكل عام، مش من العربيه دي والله، انا بكلمكم بشكل عام يا جماعه، خدوا بالكم عشان في ناس اقسم برب العزه ما عندها ضمير. انا يعني انا والعياذ بالله من كلمه، انا لما حد بيجي يشتري مننا عربيه، انا لسه مسلم عربيه حالا، وقبل ما اسلم العربيه والله العظيم وقفت مع الراجل قلت له شفت دي في حته صغيره كده؟ قال لي لا والله ما خدت بالي منها. قلت له لا معلش شوفها، معلش راضي ولا مش راضي، في حاجه هي صغيره اهي موجوده. فاحنا بنقول للعملاء بتوعنا والله هي ربنا كرم ومشيت ماشي، ربنا كرم ووقفت برضه ماشي وزي الفل وراضيين وحامدين وشاكرين، ولكن في ناس ما عندهاش الحته دي. الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وأخفيا موحقت بركة بيعهما. يا رب إن شاء الله يجعلنا دايما مع بعض في الخير، وأنا يعني مش هقصر ولا هخبي. لو في أي حاجة فيها توعية هتلاقوني أنا أول واحد طالع بقول لحضراتكم خدوا بالكم، ربنا يسترها علينا وعليكم. احنا مش عايزين حد يقع في مطب ولا حد يعني يتخدع او يحصل له مشكله. فان شاء الله ان شاء الله كده يا رب، ان شاء الله كلنا دايما نبقى سند لبعض، واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.